اتفضلي البيتزا يا فندم. شكرا. الاوردر نزل بالغلط. طيب خلاص هجيبه. انا بعتذر لحضرتك جدا يا فندم، بس مش دي البيتزا بتاعتك. لا لا لا، مين قال كده؟ دي البيتزا بتاعتي. حضرتك يا فندم اللي طلبت منه الاوردر بيقول لي ان مش هي دي. لا تمام. تمام ايه حضرتك؟ دي البيتزا بتاعتي، دي اللي انا طالباها. انت طالبه لحمه ودي فراخ. انا اصلا باكل فراخ مش باكل لحمه. هي بتقول لي بتاكل فراخ يا ابني، انا مش فاهم. طيب يا فندم حضرتك بيقولوا ان انت طالبه عادي دي سبايس. لا لا لا، انا اصلا باكل سبايس، ما ينفعش اصلا حضرتك تنزل الاكل قدامي وترجع تاخده. هو ايه الزبونه اللي كل حاجه معاها العكس الصحيح دي؟ يا استاذه حضرتك مش دي البيتزا بتاعتك، ما تجيبليش الاحراج من الزبون. لا هي البيتزا بتاعتي. يا فندم ده الزبون اللي طالب البيتزا ايده كد التريلا وعمل لي كده بوظ وشي، فما ينفعش. ولا اي حاجه تقدر تنزل له غيرها، ما ينفعش حضرتك اصلا تنزل الاكل قدامي وترجع تاخده. ما هو انا ما قلتش ان انا، بس هو الاوردر مش بتاعك حضرتك. لا لا هو بتاعي خلاص، تقدروا تعملوا يا حاجه فندم ثانيه. بعد اجيب لك واحده غيرها. لا 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 لا، تقدروا تعملوا حاجه ثانيه، دي خلاص الاكل. يا فندم هجيب لك واحده تاكلي غيرها. لا لا تمام خلاص، هي دي يا عم الأوردر بتاعي. تعالى شوف طب الزبونه انت. يا فندم معلش لا اديني خلاص، البيتزا. لا هي دي البيتزا بتاعتي وانا هتكلم. تمام. طب هاخدها وابدل القطعه اللي انت كده. تمام خلاص، مفيش حاجه. ربنا يستر من الزبون ده. الو، ايه وصلت لك البيتزا والفلوس؟ انت بتقولي ايه؟ انا لسه منزل بيتزا دلوقتي. ازاي يعني؟ طيب خلاص سلام دلوقتي. هيكون نزلت المين دي يعني؟ احمد يا احمد يا احمد، بنادم عليك يا احمد. مالك يا اسلام في ايه؟ بقول لك ايه، البيتزا اللي خدتها نزلتها فين؟ البيتزا دي عليها 100 حوار يا عم. محمد يقول لي الاستاذه طالبه فراخ وهي بتقول لي لا انا بحب اللحمه، وطالبه عادي ولا بتقول لي انا يا احب احمد انا ما بحبش الكلام كتير. البيتزا نزلتها لمين؟ نزلتها لمين؟ هو كل النهارده للاستاذه اللي هناك دي. فين الاستاذه دي؟ هي اللي بتاكل بيتزا هناك ما دي. في 3 بياكلوا بيتزا يا احمد. انهي واحده فيهم؟ اللي لابسه طرحه سودا. استغفر الله العظيم. طيب بقول لك ايه، اتفضل. ما شفتش حاجه ولا كده في البيتزا؟ شفت ايه؟ ايوه الحمد لله تمام. شفت ايه؟ الشيف مكتر المايونيز، قصدي المونزاريلا. طب انت زعلان ليه؟ قصدي يعني حاجه غير الاكل. اه ايوه الحمد لله. ايه كان بقى؟ متوصي بالزيتون. اقول له حاجه غير الاكل يقول لي الزيتون. طب ما هو الزيتون مش اكل، طب خلاص يا ده احمد، حوادق. عارف لي كده دي ولا دي ولا دي؟ دي ولا دي ولا دي؟ انا اللي نزلت لها بس عشان ما اروحش هتكلم مع الكل يعني. هي ام طرحه سودا هي اللي قاعده هناك دي. طرحه سودا؟ اه حاضر ماشي. روح انت. الواد اسلام ورايا إلنا. اكيد عايز تبس من الزبونه دي. اكشن. طب بعدين يا احمد خلتني سالت البنات كلها، تكون البت دي ممكن نسالهاش ليه. السلام عليكم. لو سمحتي، في حد هنا نزلك بيتزا فراخ؟ ايوه. هي وديتيها فين اصلا؟ بيتزا نازله لي حضرتك، هوديها فين؟ اكيد اكلتها. كلتيها بالفلوس ولا ايه بس؟ طيب ما لاحظتيش حاجه في البيتزا غريبه؟ حاجه ايه؟ هو كان بس الصوص زايد شويه. سوسي بس يا فندم، انا بحكي على حاجه تاني. قصدي يعني حاجه غير الاكل. نعم، حاجه تكون ايه نازل غريب ولا لا في الاكل؟ طب اقول لها هي دي، هقول لها الصراحه ولا اكذب عليها ولا ايه؟ طب بص يا فندم، انا صريح معاكي. اتفضل. ما شفتيش فلوس تحت البيتزا؟ قصدك الحساب؟ هحاسب قبل ما انت. حساب ايه يا فندم؟ انا مش قصدي على الحساب. حضرتك قصدك على ايه؟ الحساب مش معايا انا، الحساب مع الكاشير بتاعي. خلاص تمام. حضرتك محتاج مني ايه دلوقتي؟ انا محتاج الفلوس اللي كانت في البيتزا. ما كانش في اي فلوس، هيكون فلوس ايه اللي جايه في البيتزا؟ هيكون مين يعني نزل له احمد؟ انا سالت الناس كلها هنا. طيب حضرتك انا طب بقول لك ايه يا دلوقتي ورايا فندم؟ مشوار متاخره. يا فندم معلش حضرتك ما تتكلمش بكلمك. معايا كتير، غير كده هندهلك المسؤول. خلاص انا اسف يا فندم. اتفضل. بتسوحني يا احمد؟ بتسوحني؟ ماشي. ايه ده؟ 1 2 3 4
5 6 هم. والله فلوس حلال. هو ده اللي اخد مني الفلوس. هو ده اللي اخد منك الفلوس؟ الاستاذ ده. ماشي. ودي الهديه اللي انا جبتها لك، يا رب تعجبك. ان شاء الله هتعجبني. بقول لك ايه، امسكي. انا اخش جوا اجيب التليفون واجي. ما التليفون في جيبك يا اسلام. قصدي اجي احطه في الشحن، ثواني بس. ماله ده؟ وسع يا احمد، وسع. مش هتلحق. البيبان المقفوله كلها ليه بس؟ طيب الباب الجنيني. ربنا يخليك لي يا اسلام بجد. ربنا يخليهولك. ما كنتش اعرف ان الحب اللي بينكوا ده ممكن تخليه يتجرأ ويجي عيد ميلادك وكمان يجيب لك هديه. على الاقل افتكرني، مش زيك. ومين قال لك اني ما افتكرتكيش؟ ده انا عامل لك احلى مفاجاه النهارده في العيد ميلاد. مفاجاه هتخلي الكل يتبسط منها ومحدش هيتوقعها. فاجأة ايه؟ هابي بيرث داي، عيد ميلاد سعيد. مالك يا احمد؟ طريقته غريبه قوي النهارده. يا احمد، انت معكش مفتاح باب الشقه يا احمد. باب الشقه؟ طب هيبقى معايا مفتاحه ليه يا اسلام؟ انا ممكن تسالني على مفتاح عربيتي، على مفتاح شقتي. يا احمد، ما انت اكيد معاك المفاتيح، معاك ولا مش معاك يا احمد؟ والله يا شيخ ما فاكر المفتاح اخر مره انا شفته فين. فين يا احمد؟ فين؟ انت مالك مش واقف على بعضك ليه كده؟ في حاجه معاك؟ ما فيش حاجه معايا يا احمد، بس قول لي المفتاح فين. طب كنت عايز اقترح عليك اقتراح. يا احمد مش وقت اقتراح دلوقتي، انا بقول لك المفتاح فين؟ معاك ولا مش معاك يا احمد؟ ما انا بفكرك اهو. بتفكر في يا احمد بسرعه يا احمد. المفتاح انت بفتكر معايا. افتكر ايه يا احمد؟ طب الباب ليه الجنينه مقفول يا احمد؟ ايه يعني عايز تكسر الباب؟ مش عايز اكسر الباب يا احمد. هقول لك ايه بس. هقول لك المفتاح فين؟ المفتاح فين؟ مع صاحبه العيد ميلاد. مع مريم. مع مريم. طب ماشي. مش عارفه ليه البتاع مريم، هات المفتاح باب الشقه. باب الشقه؟ انا كنت سايباه مفتوح، هو مين قفل؟ الباب مقفول يا مريم. معاك المفتاح ولا مش معاك يا مريم؟ لا بس انا كنت سايبه المفتاح في الباب. طب احمد ليه بيقول لي معاكي؟ احمد قال لك كده؟ مش فاهم احمد ماله طريقته. بس انت عايز الشقه بتاعتنا ليه؟ معلش يا اسلام، اصلا انا نسيت. المفتاح طلع في جيبي، بس خلاص بقى انت اكيد مش عايزه. يا اسلام خد بكلمك. يا اسلام استنى. مريم جايه يا احمد. بقول لك ايه يا احمد، امشي ورا اسلام، ويعني باين عليه اتضايق من الموقف ده. مش فاهمه ازاي ما خدش دواء السكر. ما هو اللي طماع، فكر يبص الحاجه مش بتاعته. انت قصدك على ايه؟ هو انا مش قلتلك اني محضر لك مفاجاه؟ اوعى يكون اللي في بالي يا احمد. هو اللي في بالك يا مريم. هو انت فاكر كده ان انا اشوفه قليل او صغير؟ لا طبعا، المرض مش عيب، وشايفاك انت اللي قليل. عمري ما اكون قليل، عارفه ليه؟ لان عمري ما بصيت لي في ايد حد على حاجه مش بتاعتي، وانا ما قلتش ان هو مريض ولا حاجه، وانا اعرف منين؟ هو كل الحكايه بس ان لقي البيبان متقفله وانا كنت ناسي ان معايا المفتاح. ازاي وانا كنت حاطه المفتاح في الباب؟ تعالى بس اقول لك، هو انا من امتى بتاعتك يا احمد؟ انت اللي بتوهم نفسك. انا من امتى رافضاك وانت بعينك عشان انا بس رافضاك؟ عارف لو تحت رجلك هتبقى مش حاببني، بس انت حاببني عشان رافضاك يا احمد. فوق يا احمد، فوق من الوهم ده، انا ما بحبكش. هفوق طبعا بعد النهارده. ده كمان البيه كان متصور فيديو. دي المفاجأة التانية. طب انا ازاي عملت كده؟ عم اسلام، يا فيروز ما تعيطش. حاضر يا فيروز. عشان عارفه مين اللي عمل فيك كده. عمل فيك كده؟ قصدك ايه يا فيروز يعني؟ احمد. ماله احمد؟
وريني بقى يا اسلام هتعرف تدخل الحمام بتاعك ازاي؟ ده ولسه كمان ولسه. ايه ده؟ وكمان بدل العلاج بتاع عمو اسلام. يعني انت يا فيروز شفتيه وهو بيبدل العلاج؟ ايوه. وكمان هو قفل البيبان؟ اه. طب ليه يا احمد كده؟ تعمل معايا ليه كده يا ابن عمي؟ ماشي يا فيروز، روحي انت يا فيروز. طيب.